طب يا جماعه، بعد ما طلعت ناس كتير جدا 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 كذبت الترند بتاع ان معجون السنان بيلزق اي كسر في اي شاشه موبايل، طلعت ناس قالت لا يا جماعه الموضوع ده صح، بس تختلف في موضوع واحد، ان الموضوع ده ناقصه موزه وناقصه رز. البنت والولد دول جابوا موبايل وكسروا الشاشه بتاعته حرفيا، وبعدين جابوا معجون السنان حطوه على الشاشه، وبعدين جابوا الموزه من جوه القشره بتاعته مشوها على معجون السنان على الشاشه المكسوره، وبعدين جابوا برطمان فيه رز وحطوا عليه ليمونه، وبعدين حط الموبايل وبيقولك سابوه شويه ورجعت الشاشه زي ما كانت. يلا بينا نجرب ونشوف الموضوع ده فعلا صح ولا غلط. طيب احنا عايزين موبايل ملوش اي لازمه في البيت. موبايل يا جماعه جربوا على موبايل يكون قديم عندكم في البيت ملوش اي لازمه. فانا هجيب الموبايل ده شاشته متدغدغه حرفيا اهي، وهنجيب الليمونه ومعجون السنان والموز. والكارثه الكبيره ان انا ربنا يستر عشان هجرب الرز هنا. اول حاجه اجيب الموبايل المتدغدغ ده، وبعدين معجون السنان وبعد كده الموزه بتاعتنا قشرتها بس في لغز في هنا يعني، ده هنشوف. رز اهو، بعدين تفتحه كويس جدا. هيصعب عليا قوي الرز ده والله. بعد كده نجيب الموبايل زي ما احنا عملنا كده عليه الموزه ومعجون السنان ويفرمه جوه الرز، وبعد كده اجيب الليمونه وبعد كده اعصرها هنا ونقفل على الموضوع ده ونسيبه 3 4 5 ساعات مثلا ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. وبعد بالظبط 5 ساعات بالظبط نشوف المرحوم ايه اللي حصل فيه. انا ليه كنت مغطسه قوي تحت كده؟ تعالى يا عم تعالى اهو. طالع يا جماعه بتاع ده ناشف، المعجون السنان ده ناشف، بس هنشوف دلوقتي نمسحه ونشوف. نجيب قماشه ونجيب المرحوم. يا جماعه انا فاكره زمان ان انا لما موبايلي وقع في الميه حطيته فعلا في رز، ما كانش بيفتح خالص، حطيته في رز طول اليوم يمكن 6 يوم كامل وفتح عادي لما وقع في الميه. شوفوا الموضوع معجون السنان والليمونه والموزه. اوف نعم يا جماعه الموبايل بيلمع. ده موبايلي ده ولا ايه ده؟ طب يا جماعه دي جربت معاكم الموضوع والموبايل طالع مفيش فيه اي كسر قدامكم زي ما انتم شايفين اهو. فهل الموضوع ده فعلا خدعه ولا الموضوع ده خفه يد؟ اكتبوا في الكومنتات.